السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم قناة سدرة. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كومنتاتكم بحبها جدا جدا. هسيب لكم رقم الواتساب للقراءات الخاصة اسفل الفيديو، واللي محتاج اي حاجة يخش يكلمني وانا هرد عليه على طول. النهاردة معانا برج الجدي. تعالوا نشوفوا النهاردة برج الجدي بيقول ايه، ونسمي الله ونقول بسم الله. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت تكتبوا لي كمان في الكومنتات انتوا محتاجين برج ايه المرة الجاية. برج الجدي، بص يا برج الجدي انت كان عندك حلم بقاله فترة انت نفسك تحققه، والحمد لله الحمد لله انت حققته. تمام تمام. حالتك النفسية كويسة جدا، وحالتك العاطفية مش كويسة. خلينا متفقين ان انت حالتك العاطفية مش كويسة، بس قلبك ميال، قلبك ميال. ناجح في شغلك جدا، ناجح في شغلك، بس عندك شوية دروبات. نجح في شغلك بس عندك شوية دروبات. بطلت تثق في حد ودي يعني من النادر. انت بطلت تثق في حد، ما بقيتش تشتكي لحد همك، ما بقيتش تقعد تتكلم مع حد انت فيك ايه وعندك ايه. فحاسس ان انت في دوامة، حاسس ان انت عايز تتكلم ومش قادر تتكلم ومش حابب ان انت تتكلم. بص يا برج الجدي، انت هتبقى في طريق كله مشاكل بس هتطلع منه على خير. انت في طريق كله مشاكل بس هتطلع منه ان شاء الله على خير. قلبك متدمر، قلبك متدمر متكسر، مش عارف تلم الجرح تاني. جرحت كتير، واتجرحت اخر مرة جامد قوي. ان شاء الله يا برج الجدي في طريق انت هتمشيه وهتطلع، هتلاقي فيه عقبة شوية بس هتوصل للبر، هتوصل للبر. انت المفروض يا برج الجدي تكون فرحان عشان انت الشهر ده بتاعك في شهر واحد، يعني المفروض ان انت تكون فرحان. كلام عليك كتير، في ناس كتير بتتكلم عليك يا برج الجدي. انت مقصر الكلام خالص خالص، اذا كان لحد من قريب منك او بعيد عنك. في سر جواك انت مخبيه، في سر جواك يا برج الجدي انت مخبيه، نفسك تتكلم فيه بس خايف تخسر الشخص اللي انت هتتكلم معاه، فبالتالي انت ملتزم الصمت. في شخصية يا برج الجدي انت عطيت لها فرصة مرة واتنين وتلاتة وعشرة وألف ومليون، ومع ذلك خانت الثقة. فانت مش قادر تفكر فيها تاني، ومش عايز تفكر فيها تاني حتى عفوا. مش عايز تتكلم معاها تاني، كل ما تشوفها تبقى قرفان. في حد كان ظلمك، صح؟ انت في حد ظلمك يا برج الجدي، بس انت دلوقتي شايف ان حقك بيجيلك. عارف زي ما بيقولوا كده ان هو انا قاعد على الكرسي وبتفرج، اهو انت ده دلوقتي قاعد على الكرسي حرفيا وبتتفرج على حقك اللي بيجي. ربك ما بيسيبش يا برج الجدي. في حد عندك في عيلتك الأسرية مريض، في حد عندك في عيلتك الأسرية مريض.
السنة دي انا حاسة يا برج الجدي ان انت حاسس باختلاف شديد جامد قوي في حياتك، حاسس باختلاف شديد في حياتك للأحسن مش للأسوأ. لا، انت حاسس باختلاف شديد في حياتك للأحسن يا برج الجدي. في ناس كتير قوي 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 حواليك بيحبوك وبيدعموك يا برج الجدي، ما شاء الله، ناس يعني لا تعد ولا تحصى. في ناس كتير حواليك بيدعموك وبيحبوك يا برج الجدي. انت مشيت في طريق انت كان نفسك تمشي فيه من زمان، بس طريق شغل. مشيت في طريق كان نفسك تمشي فيه من زمان لطريق شغل. في شخص ما انت استغنيت عنه، تم الاستغناء عنه، بس هو بيحاول يرجع وانت ما بتفكرش فيه اصلا. انت مش عايز تسمع عنه حاجة، بس هو عايز يرجع، بس انت مش هترجع له. ليه؟ لان انت اصلا يعني شفت منه كتير. زي ما قلتلك يا برج الجدي، انت عطيت له ثقة مرة واتنين وتلاتة وعشرة وألف ومليون، وهو خذلك وخان الثقة. فانت استحالة من رابع المستحيلات يا برج الجدي انك ترجع له. خليك واثق يا برج الجدي ان المكان اللي انت فيها حاليا اريح بكتير من المكان اللي انت كنت فيها. انت المكان اللي انت فيه دلوقتي انت مرتاح فيه اكتر بكتير من المكان اللي انت كنت فيه قبل كده من فترة. خلي بالك من اللي معاك، حافظ عليه، اذا كان صديق، صديقة، اخت، اخ، حافظ عليهم، بيدعموك. صدقني يعني مش هتلاقي حد بيعمل معاك كده يا برج الجدي. واللي ظلمك صدقني يعني ربنا بيجيب لك حقك دلوقتي، وانت حرفيا يا برج الجدي قاعد بتتفرج على حقك وهو بيجي. حبيبي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هسيب لكم رقم الواتساب للقراءات الخاصة في عنوان الفيديو، اللي محتاج اي حاجة يخش يكلمني. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كان معاكم قناة سدرة، مع السلامة.